السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بجماهير الأهلي السعودي الراقي الملكي. إقالة مدرب الاتحاد نونو سانتو، هروب كريم بنزيما من العميد، 4 أزمات اتحادية تحسم ديربي جدة لصالح الأهلي. واحد أهلاوي هيطلع يقول لي إحنا ملناش دعوة بالاتحاد، كلمنا عن الأهلي وبس. يا عم الحج، يا أهلاوي يا راقي يا ملكي، كرة القدم الحديثة مبنية في الأساس دلوقتي على استغلال نقاط الضعف اللي عند الخصم بتاعك، وعلى الحذر من نقاط القوة اللي موجودة عند الخصم بتاعك. فدلوقتي لما تلاقي الاتحاد عنده 4 أزمات هنتكلم عنهم بالتفصيل، يبقى أنت لازم تستغلهم عشان تفوز بهذا الديربي. ولو ما استغلناش نقاط الضعف دي مش هنعرف نكسب الاتحاد، لأنه هو كمان كفريق هيستغل نقاط الضعف اللي عندنا سواء على جانب الدفاع او على جانب الارتداد الهجومي. اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. وطبعا لازم نشكر كل داعمين القناة الفترة الأخيرة على دعمهم المستمر والمتكرر. واللي حابب يدعم القناة ممكن يتواصل معايا عن طريق سناب شات، الاكونت الخاص بتاعي موجود في صندوق الوصف. تعالى كده نشوف الأزمات الاتحادية اللي بتضمن ديربي جدة للأهلي، وهل هي فعلا بتضمن الديربي للأهلي ولا مجرد مشاكل عندهم زي ما عندنا وموجودة عند كل الفرق. أول أزمة، نادي الاتحاد عنده أزمة كبيرة جدا في خط النص. نونو سانتو حتى الآن زيه زي كل المدربين اللي موجودين في دوري روشن مش عارف يعمل توليفة من الأجانب اللي عنده. عارف ليه؟ هقول لك أنا ليه. كل المدربين اللي موجودين في دوري روشن تم إجبارهم على بعض الأسماء من اللعيبة الأجنبية. يعني باختصار شديد كده هم ما كانش لهم حق ان هم يختاروا كل الاختيارات الأجنبية. يعني من الآخر صندوق الاستثمارات كان بيوزع التورته وكل نادي بياخد الحته بتاعته. الحته دي بتعجب النادي ده او لايقه عليه او بتسد ثغره عنده ولا لا، ده مش دايما بيحصل. اكتر نادي استفاد من الصندوق حتى الان من وجهة نظري هو نادي النصر، لان كل اللعيبه اللي جابها نادي النصر مفيده والفريق محتاجها بشكل كبير جدا. انما نادي الاتحاد من الانديه اللي اتضرت من الصفقات الاجنبيه، لانه جاب بعض الصفقات حتى الان مش عارف يستغلهم. في ازمه كبيره جدا في خط نص نادي الاتحاد من خلال متابعتي للدوري من نادي الاتحاد من بدايه الدوري. في ازمه في خط النص تحديدا بين كانتي وفابينيو. كانتي بيعرف يسجل اهداف، بيعرف يصوب على المرمى، بيعرف يكون خطر، لكن التوليف ما بينه وبين فابينيو في نص الملعب مش افضل حاجه، مش بنفس قوه الاتحاد ونص ملعب الاتحاد بتاع السنه اللي فاتت، رغم ان عندك لعيبه بقيمه كانتي وفابينيو. وبمناسبه فابينيو عائد من الاصابه وهيشارك في المباراه القادمه، لكن خط نص الاتحاد مش بالقوه اللي تخوفنا، وممكن نستغل نقطه الضعف دي عند العميد الاتحادي. تعال كده ندخل على نقطه الضعف الثانيه او الثغره الثانيه او الازمه الاتحاديه الثانيه، وهي تتعلق بالدفاع. مشكله الدفاع عند نادي الاتحاد مشكله عويصه شويتين، وكلنا شفناها الفترة الأخيرة في المباريات الأخيرة، خصوصا وعلى رأسها إصابة شراحيلي من أقوى المدافعين اللي موجودين في السعودية بشكل عام. مستواه تطور، نضج جدا، ما كانش بيشارك مع المنتخب السعودي مع هيرف رينارد مثلا، لكن بعد ما هيرف رينارد مشي شراحيلي مستواه تطور اكتر واكتر. شراحيلي طبعا نتمنى له السلامه، اتصاب بالرباط الصليبي، ان شاء الله يرجع سليم من هذه الاصابه في القريب العاجل. لكن بعد اصابه شراحيلي انا حاسس ان دفاع نادي الاتحاد اتقتل واتضرب في مقتل، لان شراحيلي كان بيسد العمق كويس، كان بيعرف يبني الهجمه كويس، كان عنده مهاره في الترقصات وكده، وان هو يعمل فنتات ضد المهاجمين ويعرف يطلع بالكوره. ما كانش مجرد مدافع، شراحيلي مش مجرد مدافع. فغياب شراحيلي وبعض الازمات التانية واصابات تانية في خط دفاع الاتحاد دي ازمه كبيره جدا لاحظنا اثرها في اخر مباريات للاتحاد. اخرهم كان قدام الفيحاء، اتعادل الاتحاد قدام الفيحاء بسبب ان هو مش عارف يبني الهجوم. حتى من بدايه خط الدفاع مش عارف يبني الهجوم بشكل كويس زي ما كان موجود شراحيلي وزي ما كانوا موجودين مدافعين الاتحاد، وكان في استقرار اكتر في خط دفاع الاتحاد. ودي أزمة اتحادية تانية وأزمة كبيرة موجودة عند نادي الاتحاد، ممكن نستغلها بشكل كبير، سواء
الان سان ماكسيمان، رياض محرز، روبرتو فيرمينو، فراس البريكان. كل اللعيبه دي تقدر تستغل الضعف اللي موجود عند فريق الاتحاد عشان نقدر نفوز بهذا الديربي. ده بالنسبه لنقطه الضعف الثانيه. نروح بعد كده على مشكله والخبر بتاع هروب كريم بنزيما قبل ما نروح لموضوع اقاله مدرب الاتحاد نونو سانتو. هروب كريم بنزيما خبر وانتشر في الساعات الاخيره، تمام؟ بس انا هقول لك اللي حصل بالتفصيل. يعني كريم بنزيما كل اللي حصل له ان هو جات له اصابه. الاصابه دي زي ما مصادر كتير قالت هي كورونا، مجرد انه عنده كورونا. هو كان بيوضب الشقه بتاعته في مدينه جده وبيفرشها وبيعمل كل النظام بتاعها، تمام؟ لكن هو عشان اتصاب بكورونا او بوعكه صحيه غاب في منطقة بعيدة، فما كانش موجود في نادي الاتحاد وما كانش موجود في التدريبات لأنه متصاب وعنده إصابة. بنسبة كبيرة هو هيغيب عن المباراة بتاعة ديربي جدة قدام الأهلي، لكن في نسبة واردة كده في النص إن هو ممكن يشارك. أنا كأهلاوي أتمنى إن كريم بنزيما يشارك. هو لاعب فئة إيه؟ من نجوم نادي الاتحاد، لاعب مؤثر جدا. اتمنى انه يشارك عشان المباراه تبقى فيها تنافسيه، زي ما تمنيت ان رونالدو مع النصر يشارك. رونالدو سجل فينا هدف والتاني، لكن انا اتمنى ان كريم بنزيما يشارك عشان يبقوا بقوتهم الضاربه، ما يبقاش لجماهير الاتحاد حجه يقولوا لك احنا غايب عننا كريم بنزيما. لا، هاتوا كل اللعيبه اللي عندكم، كورنادو، رومارينيو، حمد الله، كريم بنزيما، فابينيو، كانتي، هاتوا كل اللعيبه، ما عندناش اي مشاكل. وفي الاخر ان شاء الله كالعاده ديربي جده مضمون للاهلي، والتاريخ هو اللي بيقول كده. التاريخ هو اللي بيقول كده، انا لم اخترع هذه الارقام. ده بالنسبه للازمه الثالثه. الازمه الرابعه بقى دي كانت غريبه جدا. كان في بعض الاتحاديين من جماهير الاتحاد يعني غضبانين ضد نونو سانتو. نونو سانتو السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات، عمل موسم جبار، خد بطوله ويعني خد كده ركن في قلب الاتحاديين، تمام؟ خد ركن اسمه الدوري السعودي، دوري روشن في قلب الاتحاديين. بس السنه دي نونو سانتو بعد مجيء الاجانب وبعد زمن صندوق الاستثمارات مش هو نونو سانتو اللي احنا نعرفه. ليه؟ علشان نرجع للسبب الرئيسي اللي اتكلمنا عنه في البدايه، وهو انه صندوق الاستثمارات وزع التورته على الانديه بشكل شبه عشوائي شويه، والمدربين ما كانش عندهم الخيارات او ما كانش عندهم صلاحيه ان هم يولفوا لعيبه على بعضها تكون بالطابق لرؤيتهم او بالطابق لخطه لعبهم. فاللعيبه اللي جت لنادي الاتحاد مش شبه نونو سانتو قوي، لذلك في بعض الاتحاديين بيطالبوا باقاله نونو سانتو، وشايفينه مش هينجح الموسم ده مع نادي الاتحاد بسبب ان اللعيبه هو مش عارف يستغلها ومش عارف يعمل منها افضل اداء. كل التوتر ده اللي موجود على نادي الاتحاد وعدم الاستقرار الاداري والفني، ومن كمان من ناحيه اللعيبه والتكتيك والاصابات، كل الكلام ده دي ازمات انت ممكن تستغلها كماتياس جيسل. هل بقى ماتياس جيسل مدرب الاهلي ولاعيبه الاهلي هتعرف تستغل الازمات دي؟ عشان تستغل الازمات دي انت معلكش اي شيء غير انك تحطها قدامك كده وتشوف اللعيبه اللي عندك. هل عندك لعيبه تقدر تخترق خط الدفاع بأزماته الحالية؟ الإجابة هل عندك لعيبة في نص الملعب تقدر تمسك نص الملعب بتاع الاتحاد في ظل عدم التوليف أو التوالف أو عدم الاستقرار في وجود كانتي وفابينيو في نص الملعب؟ تقدر تاخد منهم نص الملعب. هل تقدر ان انت تمسك كريم بنزيما في حالة وجوده، او حتى تقدر تمسكه وهو عائد من الاصابة هيكون مش في لياقته الكاملة؟ تقدر توقف خطورة نادي الاتحاد وكل عناصر نادي الاتحاد. فالموضوع في ايديك يا ماتياس جيسل، يا اما تفرح جماهير الاهلي وتصالحها بعد الاداء الباهت في المباريات الاخيرة، يا اما نتعادل او نخسر مباراة زي دي. وعلى فكرة خسارة مباراة ديربي جدة على ايد ماتياس جيسل جماهير الاهلي مش هتسامحوا عليها اطلاقا، لان المباراه دي احنا ضامنينها قبل ما ندخل. التاريخ بيقول ان احنا اعلى منهم كعب بنسبه كبيره جدا، فمن المنطقي ان احنا نفوز في هذه المباراه اكتر من فوزنا في مباراه النصر، ومن المنطقي نفوز على الاتحاد اكتر ما هو منطقي نفوز على مثلا الاتفاق. انت متخيل ليه؟ لان ديربي جده ده بتاعنا لعبتنا. فاتمنى ماتياس جيسل ما يفتيش، واتمنى يغير كمان في التشكيله عشان في مشاكل كتير جدا هجوميا وفي جانب الدفاع برضو في نص الملعب والتوليف ما بين اللعيبه والارتداد الدفاعي الهجومي. كل ده محتاجين نظبطه. كل التوفيق للاهلي باذن الله في ديربي جده القادم. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه، ونشوفك على الف خير في حلقات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.